بعد 55 يوم جواز وفرح اتكلف حوالي 4 مليون جنيه، وسجود العروسة على الأرض من شدة فرحتها. ريم طارق زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش عملت له محضر في اسم الشرطة واتهمته بطردها من البيت وسرقة الشبكة بتاعتها وسرقة وصل أمانة كان ماضي عليه حسن شاكوش، وده كان بديل مؤخر الصداق بتاعها. وكمان استولى على عفش الشقة واعتدى عليها بالضرب بسبب خلافات حصلت ما بينهم، وطردها من البيت في نص الليل. ومن هنا بدأت الإشاعات تكتر وكل واحد بكلمته، حتى إن ريم طارق نزلت بوست وكتبت فيه: هو في إيه يا جماعة؟ إيه كمية الهبل والتخلف اللي بيتقال ده؟ وبرضه حسن شاكوش نزل بوست ورد فيه على الإشاعات اللي بتتقال، وقال: مساء الفل عليكم جميعا، يمكن القصة دايما ناقصة والبيوت فيها أسرار وإحنا بنخاف على بنات الناس وتربينا على كده، وحق الرد بيقول إن دي لسه مراتي، ما يصحش أتكلم عليها حتى لو حصل إيه. وعلى خلفية أزمة حسن شاكوش بمراته علقت الإعلامية رضوى الشربيني على تويتر وقالت: كده يا حسن تطرد بنت الجيران بعد ما سجدت على الأرض قدام الناس كلها علشان اتجوزتك، وكمان تدخلها الاسم بعد شهرين جواز يا راجل. وريم طارق علقت على موضوع تأخيرها في تقديم البلاغ وقالت إنها كان عندها أمل في الصلح، لكن اتفاجئت إن جوزها بعت لها رسالة بيطلب فيها إنهم يتطلقوا، ولما عرفت كده راحت بسرعة وعملت محضر وطلبت إثبات الحالة. ومن فترة قريبة برنامج شيخ الحارة كان مستضيف حسن شاكوش ومراته ريم طارق، وفي البرنامج اتقال إن حسن شاكوش متجوز من واحدة تانية وعنده فيلا في منطقة التجمع الخامس، وإن في رقبته سلسلة دايما لابسها وبيرفض يخلعها. وحسن شاكوش رد على الاتهامات دي وقال: أكتر حد ممكن أعمل حاجة علشانه هي أمي، وحياة أمي أنا مش متجوز غير ريم، ولو في واحدة معاها ورق يثبت إن جوزها تطلعه.